فيلم ريال فيد. أحداث الفيلم بتدور مع الولد ده اللي بيلاقي روبوت متكسر وبيكون فاكر إنه فردة، ولكن لما بيصلحه بيكتشف إن الروبوت ده عنده قدرات مذهلة. في المستقبل مباريات الملاكمة مش هتكون زي زمان، وإن الجمهور مش هيكون مهتم بيه بسبب قلة العنف اللي معروف عن الملاكمة، وإنها في المستقبل هتبقى ملاكمة بين روبوتات والبشر هما اللي بيتحكموا فيه. وبنتعرف على بطل الفيلم اللي اسمه تشارلي كينتون، وهو ملاكم محترف وبيسافر حول دول العالم عشان يشارك في بطولات ملاكمة الروبوتات، ولكنه بيتعرض في أحداث الفيلم لخسارة ورا التانية. وفي يوم من الأيام بيصحى تشارلي من النوم وكان نايم في الشاحنة بتاعته اللي كانت مليانة أزايز كحول فاضي، وتليفونه بيرن وكان بيكلم واحد بيقول له فين ال 30,000 دولار اللي عليه، وتشارلي بيتلخبط في اسم الراجل اللي بيكلمه. وهنا الراجل بيفهم إنه مش بس الوحيد اللي ليه فلوس عند تشارلي، عشان كده تشارلي بيتلكك إن عنده مشكلة في الشبكة وبيقفل المكالمة معاه. بعدها بيجي شوية بنات صغيرين وبيطلبوا من تشارلي إنه يوريهم الروبوت أمبوش الملاكم، وبتحاول واحدة من البنات إنها تاخد صورة للروبوت، وتشارلي بيطلب منها تديه 5 دولار عشان تصوره، وبترد عليه وتقول له ده خردة وما يستاهلش 5 دولار عشان صورة. وبعدها بيقابل صاحبه اللي اسمه ريكي وهو مدير المكان اللي هم فيه ده، وبنعرف إنه وعد تشارلي إنه يديه 3000 دولار لو الروبوت بتاعه شارك في معركة ضد واحد من الدريان. بس الاتفاق كان إن وزن الطور ما يقلش عن 800 راطي، وده معناه إن وزن الطور هيكون ضعف وزن الروبوت. وبيراهن ريكي ب20,000 دولار إنه هيفوز بالمباراة. تشارلي بيوافق وبيراهن ريكي ب20,000 دولار إنه هيفوز المباراة. ريكي بيوافق لكنه بيحذر تشارلي إنه لازم يدفع الرهان مش يهرب زي كل مرة. بتبدأ المباراة. كان تشارلي بيفرج كل الناس على أمبوش، وفي البداية كانت كل حاجة زي الفل وكان الروبوت قادر إنه يراوغ الطور، ولكن تشارلي كان مركز مع الجمهور ومركزش على الروبوت. وساعتها الطور بيستغل اللحظة وبيهجم على الروبوت من ظهره وبيربطه في رجله وبيقع الروبوت على الأرض. وبيطلب تشارلي من ريكي إنه يوقف المباراة، لكن ريكي كان مبسوط إنه بيهزم صاحبه. وفي النهاية بيتحول الروبوت لصورة فعلا، والأطفال بياخدوا قطع الروبوت ده كهدية تذكارية. كان تشارلي مش معاه فلوس يدفع الرهان، عشان كده كان بيحاول يمشي من غير ما ريكي يشوفه، وكان في 2 رجالة ماشيين وراه وفاكر إنهم هيطلبوا منه فلوس، ولكنهم كانوا جايين يقولوا ليه خبر وحش، وهي إن مراته السابقة ماتت. وهنا بيعرف إن ابنه ماكس اللي عنده 11 سنة بقى يتيم ولوحده، وتشارلي ما كانش همه مصير ابنه بعد اللي حصل. وبيروح المحكمة عشان يوقع على تنازل عن حضانة الطفل، وكان في قرايب أغنياء من عائلة مراته اللي ماتوا عايزين يتبنوا الطفل، عشان كده تشارلي بيوافق مقابل 100,000 دولار. وبيتفقوا إنه ياخد وديعة ب50,000 دولار الأول، بس الأول هياخد ابنه معاه في الصيف عشان يقوي علاقته معاه شوية. ولما بياخد الفلوس بيروح يشتري روبوت جديد اسمه نويزي بوي من السوق السوداء، وهو واحد من أقوى الروبوتات اللي بيقدر يتحكم فيهم بالصوت. وبيرجع بالروبوت على الجيم بتاعه، وبنشوف هناك واحدة اسمها بيلي وهي بنت مدربه المتوفى. ولما بتشوفه اشترى روبوت جديد بتزعق له إنه المفروض كان يسدد الديون اللي عليه، وكان بيحاول ياكل عقلها بكلمتين لكنها شايفة إنه غلط ولازم يسدد اللي عليه. وبيقابل قرايب ابنه وبيسلمه ماكس، وكان ماكس متضايق من والده مش عشان والده باعه، لا عشان والده ما نصصش معاه في الفلوس. ايه الاطفال دي؟ والده قال له انا جبت بالفلوس كلها الروبوت، ولو مش عاجبك شوف لك مكان تاني. بس ماكس بيسكت وبيرضى، وبعدها بيروح يشوف الروبوت الكبير ده، وتشارلي بيفرج الروبوت اللي لابس دراع ساموراي من الصندوق وكان كله منبهر بيه. وساعتها كان تشارلي كان عايز يجرب الاوامر بالصوت، وطلب من الروبوت كذا حركه ينفذها، بس الروبوت مش بينفذ اي حركه، وبيحس ساعتها انه اتنصب عليه، وبيلوم بيلي انها ما اتاكدتش ان الروبوت سليم وشلاه. وبنكتشف ان ماكس اكتر ذكاء من الاتنين دول، لانه ساعتها بيقول الاوامر باللغه اليابانيه لان دي هي لغه الروبوت، وساعتها الروبوت بينفذ كل المطلوب منه. وهنا بتعرف بيلي ان الصوت محتاج يتظبط في الاعدادات، وبعد ما بيتدرب بيه شويه بياخده في الشاحنه وبيقرر يروح بيه على اقرب منافسه متاحه. وماكس بياخد مفاتيح العربيه من والده وبيطلب منه يروح معاه والا مش هيديه المفاتيح. بيضطر تشارلي انه يوافق وبياخد ابنه معاه، وبيروحوا مكان المسابقه وهناك بيكون في روبوتات كتير. وكانت تشارلي واثق المره دي انه هيكسب، عشان كده طلب من منظم المسابقه اللي اسمه فين انه يدخل الروبوت بتاع تشارلي في المسابقه الاساسيه. بس ماكس بيقول له بلاش يا بابا المسابقه الاساسيه، وخلينا نجرب الروبوت الاول في مباراه سهله عشان احنا لسه مش عارفين قدرات الروبوت ده لحد فين. بس طبعا والده مش بيوافق وبيصمم على اللي في دماغه، وبيخلي الروبوت بتاعه يسرع اقوى روبوت هنا اللي اسمه ميداس. وفي اول المباراه كان نويز بوي بيضرب الخصم ضربات قويه، وكان كل المشاهدين منبهرين، وكان ساعتها تشارلي شايف انه هيقدر يكسب فلوس كتير المره دي. ولكن بعدها الروبوت الخصم بيقدر يسيطر على المباراه، وكان تشارلي بيحاول انه يسيطر على الروبوت بتاعه، لكن خصم عارف قدرات نويز بوي وساعتها بيديله ضربه يطير فيها دماغه. وبعد الهزيمه الساحقه دي مش بيتبقى الا جهاز التحكم في الصوت بس هو اللي سليم. وابنه بيكلم والده بطريقه وحشه وبيقول له انت السبب في الخساره عشان ما استنيتش تعرف قدرات الروبوت اللي معاك. بس
وبيقول له انا مش عايز كلام كتير لأحسن اخليك تبات الشارع. وفي طريقهم بيقفوا في مكان الرصودة عشان يحاولوا يلاقوا ابزال للروبوت بدل اللي اتدمرت دي. ولما كانوا هناك شارلي كان عمال يحكي لابنه ازاي الروبوتات خدت مكان البشر في حلبة الملاكمة، وعشان الدنيا كانت بتمطر بيتزحلق ماكس على المنحدر وبيمسك تدرع حاجة بالصدفة على آخر لحظة، وبيتحرك والده بيلحق ابنه قبل ما يقع. وساعتها ابنه بيقوم من حضن والده وبيحاول يشوف ايه اللي مسك فيه ده. بيلاقي جسم غريب لروبوت مدفون في الأرض، وبيطلب الواد من والده انه ياخد الحاجة اللي لقوها دي، لكن والده بيرفض وبيقول له يلا نروح. وبيرجع ابنه بالروبوت بنفسه لحد البيت. وبعدها لما بيوصل بتندهش بيلي من ان حصل لنويزي بوي، وبعد كده بتقول له بطل بقى تجري ورا احلامك دي اللي هتخليك تضيع كل حاجه عندك في حياتك. وبيطلب منها لاخر مره انها توافق تساعده وتبص على الروبوت اللي ابنه جابه، وبتقول لهم ده نموذج قديم للروبوتات وهو مش مصمم للمصارعه، وبتقول لهم انه مش هيقدر يهجم على اي روبوت بس بيقدر يتحمل ضربات كتير. وبعدها بتشغل الروبوت وبتقول لهم ان عنده ميزه الظل، والميزه دي هي اللي بتخليه يقدر يقلد حركات البشر. ماكس بينظف الروبوت من التراب اللي عليه، وبعدين بيكتشف ان اسمه ادم، وبيقترح ماكس انهم يجربوا الروبوت ده وممكن يكون وسيله ليهم يجيبوا منها فلوس. وبالليل لما كانوا كلهم نايمين بيروح ماكس للجيم وبيشغل آلة وبيخرجوا في جوله مع بعض، والواد بيبدا يتعلم ازاي هو ممكن يتحكم في الروبوت. والصبح كان ماكس بيتكلم مع بيلي وبيسالها شويه عن والده، وتقول له ان والده كان ملاكم محترف وما كانش يعرف معنى الاستسلام حتى قدام الخصوم القويه، وبسبب الروبوتات اللي بقت في حلبة الملاكمة ما بقاش فيه فرصة قدام والدك ولا أي حد تاني، وما قدرش والدك يحقق حلمه في إنه يكون بطل عالمي. بعدها بيقطع موت شارلي وبيقول إنه هيسافر مع ابنه لأتلانتا عشان يشوف حد يشتري منه روبوت، وهناك بيطلب تشارلي من ابنه ويستناه هنا لحد ما يدخل جوه ويلاقي فين، وهناك يودي يشوف تاك مشيته. وبنعرف إن ده صاحب الروبوت زوس وهو أقوى روبوت في العالم. وساعتها الصحافة بيعملوا معاه تقرير وبيقول لهم إن الروبوت ده عنده قدرة إنه يدمر أي روبوت تاني. وشارلي بيطلب من فين يسلفه فلوس، وكان عشمان فيه يوافق بحكم انهم اصحاب من زمان، ولكن فين بيرفض انه يساعده. وكانت شارلي متعصب قوي، وعشان كده طلب من فين انه يخلي ابنه ماكس يشارك بالروبوت بتاعه في المصارعه، وساعتها ابنه ممكن يخسر الماتش ويقدر شارلي انه يتخلى عنه ويرتاح. وده يصحى بقى في تاني يوم ويلاقي ماكس عمال بيدرب اتوم على القتال، وبعدها راحوا هما الاتنين للحديقه وإن ماكس يتحدى الشخص ده على $1000 لو فضل ماكس واقف بعد اول جوله. والروبوت اللي كان هيتصارع معاه كانه متجمع من سوق الجمعه ويبدا بقى القتال، وماكس ما كانش عارف يتحكم في اتوم، اما التاني فكان عمال بيضرب فيه، والواضح ان اتوم بيتحمل كتير. ولحد ما تشارلي اخد باله انه نص الوقت عدى على اول جوله يعني، ولكن اتوم يسقط وقبل ما يعدوا العشرة واقف من تاني، وده قادر ان هو يصمت في اول جوله وبكده فاز في الرهان. فراح الشخص ده وقال له لو صمت في تاني جوله ليك $2000. وبدات بقى الجوله التانيه، بس المره دي ماكس اداله الضربه القاضيه واللي هتلافت النظام بتاعه خالص، ويبدا بقى العد لحد 10 وبكده يكون فاز اتوم. ولما جم يمشوا جالهم شخص وقال لهم على قتال تاني يوم السبت والفايز ليه $5000. فقام راح تشارلي وكلم بيلي وكان مبسوط جدا بالفوز ده وحكى لها على كل حاجه. اما ماكس فضل يتدرب مع اتوم على القتال بنظام المحاكاه، ولحد ما شغل الاغنيه ولقى ان اتوم عمال بيعمل زيه وبدأوا يرقصهم من الاتنين لحد ما شافهم تشارلي، وده قال له ان هو قدر يعمل جهاز تحكم بالصوت وركبه في اتوم، بس لازم تتحكم انت فيه عشان بتعرف ملاكمه، بس ده يقول له بشرط انك ترقص لما يكون الروبوت داخل الحلبه. وفي تاني يوم يروح تشارلي اللي عند اتوم ويتدربوا هما الاتنين على الملاكمه، وبدأت بقى المسيره من هنا، والروبوت اتوم دخل في قتالات كتيره وقدر ان هو يفوز فيها كلها. حتى في الاخبار بدأوا يتكلموا عنه وعن الرقصه الشهيره بتاعت ماكس واتوم، وبعدها تجيلهم دعوه للمشاركه في البطوله العالميه. ولما راحوا لهناك قابلوا فارا صاحبه الروبوت زوس، ودي كانت عاوزه تشتري منهم اتوم، واكيد ماكس رفض، بس تشارلي كان عمال بيحاول يقنعه وبيقول له الروبوتات اللي هنا قويه جدا واتوم مش هيصمد قدامهم ولازم نبيعه قبل ما يتحول لحطام بعد النزال ده. بس برضه ماكس يرفض، وفي الاخر دخل مع اتوم بالرقصه الشهيره بتاعتهم، وبعدها بدا القتال، بس المنافس كان قوي جدا وفي اتنين بيتحكموا فيه، ولحد ما تشارلي قدر يعرف نقطه الضعف فين وبدأ يسيطر على الوضع. كان عمال بيدمر في الروبوت ده لحد ما اداله الضربة القاضية، وبعد ما انتهت المباراة واللي كان فايز فيها هو اتوم، ماكس يتحدى زوز قدام كل الجماهير. ولما خرجوا بعدها لبره ريكي وصل وجايب رجالته معاه، نزلوا بقى بالضربة في تشارلي عشان هرب من غير ما يدفع فلوس، وقلبوا كل اللي كان معاه وعلى طول خلعوا علشان ده في الاخر يودي ماكس لعند خالته بعد ما شاف ان هو ما يقدرش يحميه، وده حتى ما رضاش ياخد بقية الفلوس من مارفن. وبعدها قام رايح لعند بيلي وقدرت تقنعه يجيب ماكس من تاني،
وده فعليا قام رايح لعنده واخده علشان يقاتلوا زوس. ولما كانت المباراة على وشك الحريقي وراهن بمبلغ ضخم جدا على ان اتوم مش هيصمد من الجولة التانية، والكل دخل بقى الحلبة حتى بيلي كانت موجودة هي كمان. ودلوقتي تشارلي هو اللي يتحكم في اتوم بالصوت، وبدأ بقى القتال. بس زوس يجيبوا الارض من اولها كده، وقبل ما يعدوا العشرة واقف من تاني وكان عمال بياكل ضرب كتير من زوس، ولحد ما زنقوا في الزاوية. بعدها نزل فيه بالضرب وجابوا الارض، وبرضه قبل ما يعدوا العشرة قام من تاني وزوس كمل فيه ضرب في الزاوية، ولحد ما رد اتوم وكمل ضربه في زوس، بس ده جابه من تاني. وده كان عامل زي الغوريلا قدام اتوم. وعدت اول جولة ولسه اتوم واقف، وصاحبنا ده لما جاي يهرب لقى رجالة الرهان وقفوا قدامه واخدوا معاهم ويكملوا بقى القتال. واللي كان واضح ان الاتنين متكافئين في القوة. وتعدي بقى جولة ورا التانية ولسه اتوم واقف على رجله، لحد ما زوس قدر يتلف جهاز التحكم بالصوت في اتوم. وبكده تشارلي ما عادش قادر يتحكم فيه، ولحسن الحظ الجولة انتهت وقاموا مشغلين نظام المحاكاة. ودلوقتي اتوم هيعمل اللي تشارلي بيعمله. وبدأ بقى القتال، وتشارلي هو اللي كان عمال بيصارع زوس وسابه لحد ما تعب خالص وجاب اخره. ولما زوس هنج خالص نزل بقى اتوم فيه بالضرب. تشارلي كان عمال بيدمر في بطل العالم كأنه كان عمال بيستعيد مجده من تاني في الملاكمة. وقبل ما يخلص عليه انتهى القتال، والحكام هنا حكموا لصالح زوس. بس الأكيد واللي الكل متفق عليه إن أتوم هو اللي فاز، وتكون دي النهاية وبس كده.